اوكي، انا ناخد الفيرست بارت بتاعه الريفيجن دي. انا عامله لكم باوربوينت لطيف جدا. اللينير، بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا هلخص لكم اللينير ده. اللينير عن من اسمه لاين. اسمه لاين. خلينا بس نعمل من هنا كده ثانيه واحده عشان نجيب الالوان والحركه. اللاين. اللاين ده بيبقى على الجراف كده. بيبقى مثلا كده مثلا لاين. كل واي انترسبت دي، وبيكون له سلوب. وطبعا بيبقى له اكس انترسبت برضه. الاكس انترسبت الواي بزيرو، يعني اكس وزيرو. والواي انترسبت بتبقى زيرو وواي. حلو الكلام. هو مكون زي ما قلت لكم من انترسبتس وسلوب. تايب اوف سلوب ممكن يبقى سلوبس كده. ممكن يكون بوزيتيف سلوب، اللي هو زي مين على الجراف بيبقى شكل النايك او الرايت كليك. نفس الدايره. لو عرفتي تعملي دي صح كده. طب والنيجاتيف اكيد عكسها بقى، مش محتاجه شرح. يعني لو حبيتي تعملي بصي هتبقى ايه. لو عملتي صح كده هتلاقيها لا ده الكروس الناحيه. ايه ثيرد تايب اللي هو زيرو سلوب. والاخر هنشوف بقى طبعا والانديفايند سلوب. بصي يا جماعه. الزيرو سلوب ده بيكون لاين باراليل للاكس اكسس. بيكون بس كل اللي حيلته من الحياه واي بس. That's why الايكويشن بتاعته y equal constant. يعني ايه constant؟ يعني رقم 1 2 3 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف، just constant بس، من غير ما يكون فيه ريحه الاكس خالص. ليه؟ لان انت الاكس ده بيبقى معلم خالص اسلوب. يعني ده اصلا كان كده، كان ايكوال كده 0 اكس بلس مثلا 3. فطبعا اي حاجه بزيرو بزيرو فبنشيلها فبتبقى واي. بقول اخر اسمها constant function او الاسلوب بتاعتها بزيرو. خلاصة الكلام لما نلاقي واي ايكوال ومفيش ريحة الاكس كده اعرفوا انه لاين هوريزونتال لاين باراليل للاكس اكسس والزيرو والاسلوب بتاعه زيرو. نيجي بقى الغلبان ده يا حبيبي اللي هو الانديفايند. بيكون اللاين شكله كده. ده بقى غلب. عارفه اللي بيقولك ده ملوش اهل يسالوا عليه. الاسلوب بتاعه defined. هو اصلا مش فاهم. هو غلبان خالص. ولا واي انترسبت والاسلوب undefined حاجه. انا بحتاجه ده في ايه؟ انا بحتاجه ان الايكويشن بتاعته اسمها اكس ايكوال. ودي بتبقى غلطه كتيره قوي. اكس ايكوال دي مش فاهم ده بتاع ايه. انا طول عمري بشوف واي ايكوال. لا حبيبي، دي فاين ومفيش واي انترسبت. والمسكين ده افتكري المسكين ده سواء هنا بقى او ايا كان. يبقى انا النهارده اللي انا عايزاه من الاثنين دول ان ده اكس ايكوال كونستانت بقى 2 3 1 اي حاجه. وده واما اجي اقول لك واي ايكوال يبقى بتكلم على الهوريزونتال لاين. واكس ايكوال يعني لاين. ما تربطوليش بقى ان الواي ده بتتكلم اللي هو فيرتيكال. افهم مش احفظ. واي ايكوال يعني هوريزونتال لاين. اكس ايكوال فيرتيكال. في مشاكل يا جماعه حلوه الاسلوبات دي. في مشاكل. لا لا عارفه مفيش. مفيش مشاكل. طيب نيجي بقى عند الفورمز اللي انا بريبريزنت بيها اللينير دي. يعني كده في مدرسه في elementary وفي برايمري وفي حضانه وفي سكندري. انتوا كلكم تحت مدرسه اسمها اكس بس كل واحد لابس يوني. it's kind of representation، يعني من انواع التقديم. بقدم نفسي ازاي؟ لان انا طالب ثانوي طالب ابتدائي طالب. فهي دي الفورمز بتاعت اللينير دي. 3 المشهورين قوي قوي قوي. الفورم فورم على شكل ايه؟ على شكل a x plus b y equals c. يعني لو هديكي example مثلا هتبقى 2x minus y equal 4 مثلا. دي معناها ان ال a
البي بنيجاتيف 1 قد لو جت الاول ما تخلي بالك، خلوا بالكم الاكس هي الاول الكوفيشنت بتاعها، الواي الكوفيشنت بتاعها البي، يا ما تلخبطوش الدنيا. sometimes بتيجي متلخبطه. بصوا يا جماعه، انا في حاجه بس عايزه اقولها كمان، ان انت عندك الاي اس تي او عموما التعليم الدولي احنا ليه بنحبه؟ ساعات بنقول ان هو يعني فيه مميزات قبل ما يتمصر وكده، إنه بيطلع بني ادم بالانسد يعني متزن في اولهم. يبقى عندك ثبات انفعالي، عندك قوه ملاحظه، شويه السكيلز دي تطلع منك بني ادم قادر يحل مشاكله اليوميه بمنتهى البساطه. فانا من ضمن الحاجات اللي عايزين ننميها في اولا سرعه البديهه، ان تخلي هنا الاكس والواي، واللي اهم من سرعه البديهه الثبات الانفعالي. يعني ايه؟ مش تشوف مثلا جراف تبص ليك بانكت او وورد بروبلم طويله تبانك ولا لا انا دماغي وقفت عن التفكير خالص. فاحنا عايزين ندع، وده سواء احنا عندنا اكتر من محاوله، يعني مفيش داعي خالص لا، ولا اللي هو التنشنه. وركز، لازم تتعود تركز في كل امورك. والواي الاول. ادي ايه عيب الستاندر فورم دي؟ ستاندر فورم دي عيبها ان انا عشان اجيب الاسلوب مضطره اتبع رول صغنونه كده، اللي هي ايه؟ نيجاتيف ايه اوفر بي. تقولوا لي يا ميس طب ما نجيب الواي لوحدها، اقول لك انا ما بحبش الطريقه دي لسببين. اولا الوقت، ثانيا امر وارد انا هنا مدياك ارقام بسيطه، وارد يجي لك كعبره في الامور، فراكشنز مش عارف ايه. طب وليه ما تاخد نيجاتيف ايه اوفر بي؟ اهي نيجاتيف 2 اوفر اهي، هتبقى نيجاتيف 2 اوفر نيجاتيف 1 فبقت 2 مالها؟ ما قمر اهي، لسه هودي ده هناك واغير. فالاسلوب نيجاتيف ايه اوفر بي. طب يا اما ارزع اوفر بي. خلاص ده عيب الاستن. اما الاكس والواي مع بعض في نفس الجهه. هاجي حد عنده سؤال في الستاندر فورم دي؟ طبعا انا خطي وحش لان كل الفورم الثاني اسمه سلوب انترسبت فورم. على شكل ايه بقى الفورم ده؟ سلوب اهو اي واي ايكوال، لما الاقي الواي لوحدها كده اعرف ان ده سلوب انترسبت فورم ام اكس بلس. ده حلو انا من النظر يعني، مثلا 2 اكس ماينس 1 اعرف ان انا السلوب 2 والواي انترسبت. عشان كده سميناها سلوب انترسبت فورم is because it is easy to find the slope والواي انترسبت without using any. by the way يعني لو حبيت ارسم دي رسمه هيديك وهيقول لك اختار. لما ترسم تعرف الفروقات البسيطه بين الجرافس يعني. فانا هستار as usual 1، وهبتدي بقى ايه امشي ورا التراك، او التراك اللي همشي اللي هو ال2 اللي هو البوزيتيف. فطبعا يعني 2 يعني رايز اوفر رن، رايز 2 تك تك ورن 1، واروح اكونكت دي لاين الديفيجن بتاعتي. مين عنده سؤال؟ تمام كده رايز. تمام. اللاين اللي هو الفورم اللي بيجي لسه جاي من كام محاوله، قلنا اسمه ده بقى لما يكون عندك بوينت x1 y1 والسلوب هيبقى شكله ايه؟ y equal x minus. يعني لو عندك مثلا 2 ونيجاتيف 1 والسلوب هاف، حضرتك زي ما هو كده، سواء بقى جالك كده او على جراف مثلا يديك البوينت دي كده واحده مثلا كده y minus y1 نيجاتيف نيجاتيف 1 فهتبقى بلس هاف x minus 2. اقفل دي هتلاقيه، عشان بس ما تستغربش تقول ايه المنظر ده. خلاص
حد عنده اي سؤال يا جماعه في الكلام ده؟ طيب قبل ما امسحه. تمام. طيب انا في بس حاجه نقطه، انه عندي 2 بوينت مثلا دي طريقه من طرق السرعه، يعني ان انت مثلا عندك هنا 0 و3، وحضرتك هنا عندك مثلا 1 و0. حضرتك ده ايه؟ هو بوزيتيف، تاخد واي انترسبت اوفر اكس انترسبت على طول. انت هو بوزيتيف، هدي حطيت البوزيتيف. الواي انترسبت كام؟ 3 او 1، يبقى كده 3 واي انترسبت اوفر اكس انترسبت من غير الساين. طيب قبل كده اعمل ايه؟ اميز من الجراف اذا كان بوزيتيف ولا نيجاتيف. دي اسهل لي من اني اخد بقى ايه، اعمل difference between y's over difference between x، اللي هي الفورمولا الطبيعيه اللي هجيب بيها السلوب. عندي 2 بوينتس يعني. والحاجه الثانيه انه لو عندي لاين، الله يخليكم بقى دي ضروري قوي، السلوب ايه؟ بدل برضو ما استعمل دي، هقول اي بوينت على pass through the origin x y كده هيكون الاسلوب y x. يعني مثلا معدي مثلا على نيجاتيف 2 ونيجاتيف، بس وبيقول لك pass through the origin، اعمل ايه؟ ولا حاجه، الاسلوب نيجاتيف 1 اوفر نيجاتيف 2، يعني الاسلوب ومتشكرين قوي. طيب افرض ان انا عندي 2 بوينتس مثلا ايه، 2 3 ونيجاتيف 4 و1، ودي جالك بقى ماما دعيالك في الكالك سكشن، وعايزه طالب منك بقى اسلوب، طالب منك انترسبت، حضرتك هتعمل ايه؟ تعمل طريقه اسمها يعني من غير، الطريقه دي اسمها هادمه اللذات ومفرغه. امر الاكس والواي مع بعض انا هفرق بينهم واحط في النص 1، والنيجاتيف 4 يا حبيبتي وال1 هفرق بينهم، احط في النص دي بتاعتي انا. واجيب بقى كالكوليتر القمر ده، ثانيه واحده بس عشان نعمل اند شو. فين بوب؟ هجيبه شويه شويه كده واعمل، لا خليني اجيبه كده بس بقى، انت بقى فوق كده، واعمل مود 5 1، وارص كاني برص سيستم بالظبط. ايكو 1 ايكو 3 ايكو نيجاتيف 4 ايكوال 1 ايكوال 1 تانية ايكوال اخر 1 يا بقى. اول حاجه هتطلع لك اهي، يلا يا باشا، نسيب 1 اوفر 3، وتاني حاجه هتطلع لك 7 اوفر 3. يعني انت كده تقدر تكتب الايكويشن واي، ليه يا حبيبي ليه بابا، واي ايكوال 1 اوفر 3 اكس بلس 7. في ثانيه طلعت الاسلوب والواي انترسبت. حد عايزني اعيد له الحته دي؟ كلكم هو بس لما يكون شكل السؤال عامل ازاي لما يديك ساعتها 2 اعمل كده. بوينتس اداكي، ما هي ثانيه، ما اهي ثانيه، اديكي 2 بوينتس بس ويقول لك هاتي، او يا اما يديهم لك يا اما تجيبيهم انت من على الجراف، وعايز الايكويشن شكلها. استني ما تمام. أنا اهو اعمل لك يا اما من الجراف يا اما من التيبل اهي. فهمتي؟ عرفتي تجيبي اي 2 اه بوينت لك من غير ولا تروحي جايبه الديفرنس بتوين، وانت بقى طبعا من غير كالك عايزه الواي انترسبت، عايزه السلوب، فهنقول difference between y's over difference between x 1 minus 3 بالنيجاتيف 2. تعملي كده بالار وتبقى لطيفه جدا. 1 minus 3 نيجاتيف 2، نيجاتيف 4 نيجاتيف 2 6، يعني 1 او بس. طب عايزه الواي انتر، يبقى انا ايه واي اكس 1 اوفر 3 اكس بلس بي، صح؟ انا كده ناقصني اجيب الواي انتر. تختاري اسهل بوينت
زي مثلا ابعدي طبعا عن النيجاتيف والحاجات دي، خدي الاكس دي، خدي البوينت دي يعني. الواي بتاعتها 3، 1 3، شيلي الاكس وحطي بلس البي. طبعا هنا دي اوفر 1. المالتيبلاينج الفراكشن النيميريتور في النيميريتور والدينومينيتور في الدينومينيتور، يعني 2 2 و3 تايمز 1 ب 3 هنا كده. اودي دي الناحيه التانيه. لا انا عايزه حد معايا بقى، ثانيه واحده انا هختار عند ادهم. بس يا ماشي ممكن الصمت يعم المكان. ادهم. مس غادة، نعم يا روحي. عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. أنا معي قريبة مس عبير. حبيبتي روحي، طب تعالي والله انتي مرزقه تصدقي. أنا كنت داخلة بس لحضرتك، كنت عايزة أقول لحضرتك إن أنا عندي سيشن إنجليش، بس اه كنت أحضر الحصة، بس المشكلة إن هي جاية في نفس الميعاد. طب تشوفيها ريكورد طيب ده ولا ايه؟ ريكورد يا ريت. اه طب انا بس هحضر طبعا. معاكي خالص لايف. يا بنتي ده توثق للتاريخ الحصه دي. انت عايزه ايه؟ أكيد هحضر كده كده. ده هي مس عبير قالت لي اتأكدي إن هي ريكوردد، في ريكوردد. اه ريكوردد والله انا عملت لها ريكورد وهحط لكم عيد. خلاص أوكي. طب أنا كده مس عبير ولا هتبقي اه حضرتك اخرجي بقى، مش تبعتي؟ انت عندك الانجليش دلوقتي؟ عندي إنجليش دلوقتي. حبيبتي ربنا معاكي ربنا معاكي، ولو في اي حاجه حد على الواتساب. خلاص أوكي. ماشي يا حبيبتي. ده مش هنا 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 هنا. ايوه نعم يا ميس حافظ. ايوه. انا هودي دي الناحيه التانيه بالنيجاتيف صح؟ اه فهتبقى minus 2 over 3. نقدر نعمل الكلام الفارغ ده ولا نقدرش؟ كأن دي over 1. نعمل ايه بقى اه هنا؟ عندي. آه، عايز عندي كومبينيتور صح؟ أمم. حاجه من يا خلي ال1 دي 3، فانا هضرب هنا وهنا عشان هيزعل كده. فهتبقى 9 over 3 minus over 3. فهتبقى هناخد ال 3 common. عندك مشاكل في الحاجات دي؟ هي 9 دي جت او منين بس مش يعني. 9 او 9 minus اه تمام تمام. common denominator. فخ أمم. يعني في الادنج والسبتراكتنج للفراكشنز أمم. لازم اوصل للدينومينيتور. خلي ال1 3 باي شكل. تمام. خلاص فهضطر اضرب في 3 اهي. ملتبلاي 3 تحت بس ولا تحت تحت وفوق. بس، فبقت 9 اوفر 3. كده تمام. خدت كومن دينومينيتور، اخدت واحد فيهم عشان ما يزعلوش. وايه و9 ماينس 2 ب 7. ذاتس ات. او في حاجه اسمها بنلققها، دي تمشي كده عشان لو جات لك حاجه بصوره تانية، فراكشن بصوره تانية. بنعمل ايه؟ ده ده في ده وده في ده وده في ده. فبصي كده كانها لا بالعربي. اه 1 باي 3 ب 3، 3 في 3 ب 9 ماينس 1 في 2 2 برضه 7 اوفر 3. فهمتي كده؟ تمام. ايه خلاص انت يو فاوند الايكويشن بتاعت اللينير عادي جدا، أمم. كالكوليتر ونو كالكوليتر. تمام يا ميس. يا جماعه عنده سؤال؟ حد عنده مشكله في الادنج والسبتراكتنج الفراكشنز؟ اعيدها تاني بسرعه، حد عاوزها؟ طيب. طب طب اللينير انا هقفل على كده، هنحل حاجات جت في اللينير بس يعني. طيب في فرق بين اني اقول مثلا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، مثلا A C over D. ساعتها المفروض اعمل كروس مالتيبليكيشن عادي. ليه؟ لان في النص ايكوال، فهتبقى A equal B C. تعملي كروس مالتيبليكيشن ليه يا ميس؟ عشان في النص في ايكوال. لكن لما اقول A over B بلس او ماينس C over D، لا ساعتها ما تنفعش بقى الكروس مالتيبليكيشن. اللي عملته من شويه ده كان اسمه ب... ب... لا اللي هي يعني بعمل كومن دينيميتور كده وكده، بمشي ورا الاروز. كروس مالتيبليكيشن ات اول بي دي
وهنا AD بلس أو C. فهمنا الفرق بين الاتنين. ولما يكون عندي A over B multiply by C over D multiplying غير adding و subtracting الفراكشن، ده النيميريتور في النيميريتور والدينيميتور في الدينيمينيتور تبقى AC over BD. عشان انا بفتكر حاجه بقولها بدل ما تتوه مني. A over C D اللي هو dividing الفراكشن، هنمشي بمبدأ K F keep أو زي ما هو جل، هنبقى multiply وفليب second fraction هتبقى كده. ونرجع تاني نعمل زي ما دي النيميريتور في النيميريتور والدينومينيتور في تمام. انا خدت اللينير بس يعني قلت ايه بدل ما تتوه مني. حد عنده سؤال او اي حاجه differentiate between الاوبريشنز دي؟ طيب ادي يا ستي اللينير اسلوب الفورمز how to find طب تمام نشوف بقى كده. مثلا انا جبت لكم ايه من كل حاجه كده مسالتين من الاي اس تي 2. طبعا انا عندي فايلز فولدر فايلز كده مثلا اللينير كل اللي جه عن اللينير في الامتحانات من اول 2020 لغايه 24 اللينير وورد كل اللي يا ساعه انا قلت بختار لكم مسالتين. بسم الله. ادهم انا مخصمه. ادهم فكر كده، مين ايفون ده؟ مين ايفون؟ طب ده انا هو انا هنا هو، بس هو دخلني كده ما اعرفش ايفون. اوكي. جانا جوجو يا جوجو الصمت الرهيب يا جنى. ايوه يا حبيبه قلبي عامله ايه؟ مش تقولي تاني ما ده تكوني بخير حاجات كده ازاي؟ يعني. الحل مات يعني مش حوار. اقري اقري In the XY, find the اثنين sum اباف. امم of integer coordinate that satisfying the graph when when negative 2 greater less than x اللي between negative 2 2 يعني بالنسبه للنيجاتيف between negative هل دي include النيجاتيف 2 و 2 ولا not included؟ لا not included. يعني النمبر عايزاها لما تكون الاكس بكام؟ 1 الله. نيجاتيف و0 1 و0 جدعه. وايه تاني؟ و2 صح. اه شوف الواي بتاعتها وين. تمام. الراجل بيقول لك من نيجاتيف 2 ل 2. طبعا انت مستحيل على الجراف تعدلي لان بصي انت عارفه شايفه السكيل عامل ازاي من هنا لهنا تقسمهم مش هوصل لحاجه. الحل نعمل ايه تفتكري؟ تيجي نجيب الايكويشن طيب. ماشي. ماشي y equal mx plus b. ايه بقى طالع من ذمتك ايه تجيبيه يا الاسلوب يا الواي انترسبت تصرفي. نعمل ايه؟ ممكن مم. 0 لا نيجاتيف 30 و0 نيجاتيف ايه اللي هي دي نيجاتيف اسمها ايه يعني؟ نيجاتيف 30 صح. نيجاتيف 30 وزيرو. طيب يعني معناه انت الواي دي اكس انترسبت فهي في الايكويشن هنا ما هنحتاج لها بس يعني ممكن نطلع من الواي انترسبت هتطلع اكتر على اساس ان هي نجيبها كده مثلا يعني مثلا 10 يعني اكيد في النص هنا 10 دي ممكن كام؟ 15 مثلا صح ولا انا كلام فاضي؟ ايوه صح. طب ماشي 15. طب ما تيجي نجيب الاسلوب هو بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا بوزيتيف. طب قد ايه لو انا من نيجاتيف 30 لو انا زيرو هطلع لغايه انت اهو انت هنا صح ولا مين؟ جنى. جنب جنى انت اهو
وحضرتك مستنيكي هنا ساندوتش بافلو برجر اكسترا تشيز كده، يا خرابي فظيع فظيع. وبيقول لك ما فيش قدامك غير رايس اوفر ران، هتطلعي كام؟ باراليل للواي اكسس هتطلعي كام؟ 1. لا يعني من هنا لهنا نفس دي، مش 15؟ 15. صح، يبقى هطلع في معايا ولا مش مقتنعة؟ ايوه ايوه. طب وهدخل يمين كام؟ 30. 30. برافو عليك. اجي اعمل سمبليفاي هتبقى 1 اوفر كام؟ 1 1 over اوفر. 2. بس اديني جبت الايكويجن بقى اهو. بصي بقى عند الاكس ايكوال نيجاتيف 1 تقدري تعوضي لي هتكون كام؟ هتبقى نيجاتيف هاف هتبقى بلس نيجاتيف هاف بلس كام؟ هتبقى 15 شيلي منهم نص يعني 4.5. هتبقى 14.5. زيرو الواي الترم ده 15. هيروح هتبقى 15. وعند اكس ايكوال 1 15. هتبقى 15 and half على بعض. هتبقى 70. مم. بصي انت لو حطيتي النص دي الهاف دي حطيتيها بقت هي كمان 15، بقى عندك 3 15 يقوم كام يعني 45 يعني. فهمتي يا لولو ولا مش قوي؟ تمام. حد عنده سؤال في المسألة دي يا ولاد؟ question ده؟ طيب نيجي مثلا ده هنا مثلا مين يجي مثلاً؟ لوجي يا لوجي، لوجي قولي يا روحي لوجي. نعم. يلا يا ماما هنا equation of line دي not show حكاية البارallel lines اللي بتاعهم بيكون ايه؟ زي بعض ولا different equal. ولا ايه؟ ده ايه equal. برافو. طيب والبربنديكولار يبقى شقلب وقلب صح؟ العكس. العكس. يعني لو عندي نيجاتيف هاف بربنديكولار عليه بوزيتيف 2 اوفر 1 اللي هي 2 يعني صح. او أو في اخر خلي بالك بقى البربنديكولار دي ممكن يكون الاسلوب الواي باي الاسلوب التاني ايكوال نيجاتيف 1. نيجاتيف 1. خلي بالك اللي بتيجي بس يعني محتاجه. بيقول لحضرتك الايكويشن دي نوت شون، دي نوت شون مش باين هنا، ده اللاين ده اسمه كي اوريجين. يا نهار ابيض ده احنا لسه متكلمين عن الموضوع مثلا كده مثلا اوكي. pass through the origin and perpendicular to ايه اللاين اللي هنا؟ هحسب بعد لاين هتحسبي ايه حبيبتي؟ الاسلوب بتاع لاين كي، برافو. وبعدين هعمله بقى هعكسه عشان طب اطلع قولي الاسلوب. الاسلوب. هيبقى الاسلوب بتاع لاين كي يساوي رايز اوفر ران. ماشي رايز اوفر ران تعالي نعملها. هو بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا بوزيتيف. راجل الكي ده شبه الرايت كليك كده. لا نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف. نيجاتيف والنبي تركزي يبقى دي نيجاتيف هتطلعي كام؟ 1 3 وهتخشي يمين كام شمال كام؟ 2. 2. في عندي بقى طريقة تانية يبقى كده انا بدور على الاسلوب هنا بقى هشقلبه ايه؟ فانا هجيب 2 بالظبط يبقى 2 over 3 بالبوزيتيف تبقى 2 ايه؟ over 3 تبقى يبقى ايه؟ الانسر ايه؟ بقى طريقة تانية انا اخد 3 انترسبت اوفر اكس هو اصلا نيجاتيف، واي انترسبت 3 والاكس انترسبت 2 خلاص كده. برافو عليك. تحددي بس الاول اوعي بوزيتيف ولا نيجاتيف. نيجاتيف واي انترسبت اوفر اكس انترسبت وش
التاني بقى بيقول لك pass through the origin. مجرد ان جبتي السلوب يعني الواي انترسبت هنا بلس 0. لو كان مديكي بوينت هنا ممكن يجيب لك، اخترع لك سؤال مثلا، ممكن يجيب لك دي مثلا ويقول لك ان دي خلينا في دي 3 و 3 و 3 وباس ثرو الاسلوب بتاع ده كام؟ y over x 3 over 3 يعني 1. ليه؟ عشان pass through the origin. الحته دي ولا اعيدها تاني؟ انا بزهق كده، انا يهمني تبقي فاهمه. هم؟ اقول تاني يا توتي؟ محدش بيرد عليا. طيب سوري النت فصل. اقولها تاني يا حبيبتي. هو النت فصل في آخر حتة. أنا كنت طب بنقول سلوب يعني كان سلوب 3 و 0. افرضي مثلا مديكي الاسلوب هنا مثلا اهي دي، نغير اللون. قال لك مثلا يعني هو نقول 3 و2 مثلا وباس ثرو ذا ايه 2 y over x 2 over that's it. ده اوفر ده على طول. اه بس y over الإكس على طول لو بصيت ثرو الأوريجين، صح كده؟ بس ولو عايز بقى البنديك ده بقى مش هقلبها وقلبها هتبقى نيجاتيف 3 اوفر. يعني ممكن يجيب لك، اقصد ان السؤال بالعكس يعني. اه فهمت. خلاص انا بصوا يا اوكي. جماعه انا عايزاكم انتوا، انا ببقى عايزه احاول على البارز دي الم كله، فممكن تلاقيني بسرع شويه. اللي عنده حاجه وقفني، انا بسرع طول ما انتوا ساكتين، وقفوني. اللي عنده مشكله يوقفني في اي حاجه. طيب حد قال هنا مثلا، لا نكمل بقى. مريم، مريم نعم انتي نعم عرفتي. نعم الله عليكي يا حبيبتي. شفتي وحشتيني. هقول لك ايه، انتقام القدر. احسن احسن احسن. ده بالي تيبل ريبريزنت لينيا، يقول لك ان انا لينيا. عايزه ايه؟ لك لا، بقول لك شفتها فرصة فما ما فوتهاش يعني. مش مجبره، انا مش هتكلم، انا مش هتكلم. ست الحبايب وحبيبه يعني قعدتك غصب بصي عنك بصي ولا مكهرباء. هقول لك انا كنت هدخل بعد كده لقيتهم هياكلوا في نفس وقت الحصه، راحت قالت لي والله العظيم ما انت واكله غير لما تحضري. والله فانا العظيم يعني ست ميكس. زي الفل. ست زي فهي الفل. ميكس انطقي بين الاجبار والمزاج. انطقي. نعم. هنعمل ايه هنا؟ ماشي. هي البوينت دي يا هنا مريم يا عيال، البوينت دي اللي فيها اكس بزيرو او واي بزيرو ما تفوتش. عيب زيرو واي انترسبت على طول. لو عندك انت هنا مثلا واي بزيرو واكس باي حاجه تانية، ادى الواي بزيرو يبقى دي اكس انترسبت على طول. مش كده خالص، لا في جراف ولا في تيبل ولا في اي نيله. فدي واي انترسبت يا مريم، يبقى انا الايكويشن بتاعتي عباره عن واي ايكوال ام اكس ماينس 1. صح ولا انا بقول اي كلام؟ ها؟ اه لا ولا مش اه مقتنع؟ لا لا بجد طب يبقى انا مقتنعة فاضل اجيب الزغلول ده ام ازاي؟ بالاسلوب. ايوه انا عارفه انها استبياسيه يا اه شيخه. اي سوري سوري. تمام ماشي. ها؟ آم، بصي هناخد واي ايوه بس واي ماينس واي 2 واي يعني مثلا. ايوه اكس 2 انت. ماينس اكس 2 طب يعني. شوف، فهمتك والله العظيم فهمت التربيت. ما- 4 1 2 3 4 دول 4 بوينتس. انا بس بشرح لكم مريم تقصد ايه. دول 4 بوينتس فميك سنس انه اي اسلوب بين اي 2 بوينت هو اسلوب بين اي 2 بوينت تانيين. يعني اسلوب بوينت بين ده لده هو بين ده لده كده يعني. اختاري لك بقى اي 2 بوينت. اخترت دي نيجاتيف 1 over 2 minus equal هو 9 minus 3 over p. والله بقى عايز تعملها mental 3 plus 1 هتبقى 4 over 2 يعني 2 4 over 2. مش عارفه اقول بقى هنا 6 p 2 كام يعني؟ يعني 2 over
equal 6 over 3 minus 2. نكمل هنا equal بص عيب بقى، هتبقى 2p minus 4 equal 6 and cross multiplication اهو. هودي الفور الناحية التانية بالبوزيتيف divide 2 بطيختين ب 10 ب 5 جنيه. ثانك يو. تمام. طالع مش consecutive، واخد من كل فيلم أغنية كده، فطبعا مش هقدر أجيب common difference، يعني مش هقدر أزود رقم كل لأن 0 و 2، فالعملية إيه؟ عنده سؤال في الكويستشن ده يا ولاد؟ طب احنا خدت كده، حد عنده اي سؤال في linear word problem بقى، عشان بس ايه الناس اللي بتقعد linear word problem انه انت بتعرفي ليه بتاخدي اللينير خيالي. فانا مثلا ده example ايه، gaming website charges is client by number of game downloaded G if the total fees if لازم نعرف الاف اللي هي التايتل بتاعت represent ايه، represent total fees يعني فلوس اللي هتدفعه كله. حبيبة قلبي تنوريني. خلاص اللي هتدفعه كله. طب اللي هتستارت من مين؟ 88 بلس جي. عارفين يا عيال عارفين الكافيهات يعني يقول لك حضرتك انت مينيمم تشارج، مش عارف الموضوع ده ما زال موجود ولا لا، بدل ما كل من هب ودب يقعد كده يقعد 3 ساعات ويطلب شاي ب 5 جنيه مثلا يقول لك لا انت مجرد ما هتقعد مثلا سي 150 جنيه مينيمم تشارج. يا عم انا ما اكلتش ولا شربت، هو الكرسي بتاعنا القعده عليه ب 150. طب وبعدين قال لك كل حاجه هتشربها، انا موحد مثلا يعني كل حاجه هتشربها هتدفع عليها 40 جنيه لكل كاب اوف اي حاجه، ينسون بقى، كراويه، مغص، اي حاجه، كركديه. فال 150 دي عباره عن ايه؟ عباره عن اللي هو الرقم، لو بسم الله هشد كرسي واقعد قبل ما بيفور ما السي اللي هي الكاب اوف في اي حاجه دي تنزل خلاص، اللي هي الواي انترسبت. ما هو الواي انترسبت اهو على الجراف اهو، مثلا الاكس هنا بزيرو يا عيال، قبل ما الاكشن بتاع الاكس كان ايه يبتدي، فده اسمه الانيشال. هنا نفس الكلام، انا الاي تي اي دي قبل ما ابتدي اعمل داون، خليني نقرا الايكويشن دي. هقول ان التايتل بتاع الايكويشن دي فلوس، يبقى اي حاجه في النيميريتور فوق دي فلوس، دي فلوس، وال7 دي فلوس. طيب ال7 دي هعتبرها اوفر 1. طب الجي دي ملهاش نفس يعني؟ اي نمبر في الدينومينيتور يعبر عن الجي. يعني ايه برضو؟ يعني ال 88 دولار بتاع الويب، اشتراك الويب سايت، وكده 7 دولار لكل 1 جيم، لكل 1 داونلودد جيم. امر وارد تجي لك كده، وممكن تجي لك مثلا 7 اوفر 3، يبقى ساعتها 7 دولار ل 3 داونلود، او ربنا زي ما بقول لك كده. فالراجل بيقول لك ايه؟ خلي بالكم بقى عشان دي حواراتها كتير، افتكروا هفتكر. ممكن يبقى interpretation يعني تعبر عن ايه؟ ATA دي تعبر عن اللي هو ايه الانيشال. شوفي بقى دوري هنا، انا مش عايزه احفظكم اكسبريشن، انا بكره الحكايه دي. انتوا ناس المفروض امريكان، انتوا عارفين اي حاجه تنم على انه لسه ببدا بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما الداونلودنج يبتدي. هل هي البرايس اوف داونلودد جيم؟ طبعا لا، هي فلوس بس مش داونلودد جيم. هل دي سبسكريبشن فيز اوف ويب سايت؟ مليون في المية. هل الافريج دي تقولها على الاماونت دي الافريج؟ هقول لكم ليه دلوقتي. هل الفيز داونلودنج 7 جيمز؟ اكيد لا، 7 1 خرف. يبقى هي دي. ايه بقى الافريج؟ في برضو حاجه تانية يا اولاد، انا لو بقول بسرعه وحد عنده سؤال بليز يوقفني او يرفع ايده، انا عشان احاول الم اكبر قدر ممكن، وعلى اساس انكم مذاكرين وانا بس بعمل ريمايندنج، يعني دي مش طبيعتي.
المهم عباره عن ايه؟ ما دي الاسلوب، فدي عباره عن difference between y's over difference between x. في هذه الايكويشن عن difference between الواي اللي هي مين؟ الفيز، اف على difference between g هنا over 1. يعني ممكن يجي يقول لك مثلا، او ركز قصدي، ممكن يقول لك الانكريس او اوف الفيز. مثلا ممكن يجي يقول لك مثلا انا في الفيز بانه مثلا عارف يعني، عارف يعني ايه increasing في الفيز؟ يعني في الفيز دي في القديمه اللي هي الفيز الاولد والفيز النيو، difference بينهم يعني change rate of change اهي، يعني الديفرنس زاد ب3 نقص ب3 6 اف، فهروح شايله ساعتها دي ولا ايه 3. فهو ممكن يقول لك هات لي بقى التشينج او الانكريسنج او الديكريس داونلودد جين، فهو يقصد كده بالظبط. انت هتعمل 7 اوفر 1 ايكوال، هجيب الانكريسنج في الفيز دي اللي هي الفيز اللي هي 3، هو عايز بقى التشينج في الجي increasing او increasing هنعملها اكس، تبقى اكس ايكوال 3 على 7. مين مش فاهم الحته دي؟ على فكره انا اللي بقولها دي ابديت، يعني دي اسئله قديمه ابتدت تيجي دلوقتي بحكايه تبقى عارف هو عايز منك ايه من كام محاوله كده جاب دي 3 مرات. مين سؤال في الحته دي بالذات، الحته الاخيره دي بجد كلكم كده؟ عايزه اقول ايه كمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. increase decrease ايوه في سؤال تاني مثلا يقول لك ايه، اعرف يعني مثلا في سؤال في الاي اس سي كان بيقول لك في اكسبيرينس ميتنج في مدرسه جابوا علبه كوكيز كان فيها 120 كوكيز، وهو الراجل صاحب المدرسه لاحظ ايوه يا سلمى اتفضلي يا حبيبتي. مس آخر حتة بتاعت ال increase وال decrease. حاضر اللي هي دي صح. طب خليني اقول لك بتاعت الكوكيز وهرجع لها تاني. حاضر ماشي. يا عيني. الراجل بيقول لك ايه، ان هو لاحظ ان كل في 4 ايتن 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 تيتشرز، يعني في 4 كوكيز بينقصوا. انت طبعا هتعملي ايه 102 initial وبينزل منها يا روحي اوكي، بينزل منها بينقص منها كل اور. خلي بالك يا اما هيقول لك ال 20 دي ريبريزنت، انا بكلمكم بالبلدي عشان يعني دي حياتنا اليوم. انتوا على فكره بتستعملوا كلكم بتستعملوا اللي كان قاعد مع خطيبته في الكافيه من شويه ده ودافع مينيمم تشارج اللينير فانكشن من غير، وهو اصلا اداب تاريخ. بنحل بيها حياتنا اليوميه انتوا مش حاسين. هو 100 كوكي ده اللي هو الانيشال، اللي اول ما راح جابها من البيكري 120 كوكيزايه بسكوتيه، يبقى دي تعبر عن ايه؟ عن الاول راجل ما طلع من الفرن مثلا، او يعني شوف هو بقى كاتب لك ايه من البدايه يعني. نيجاتيف يعني ديكريست بتقل، الفور ده الريت، ريت ديكريست ودي كل ساعه، يبقى ده الريت اوف تشينج. فهو بيسالك بقى السؤال بيقول لك ايه، قولي لي الريت ايتن الريت الايتن ايتش اور، يبقى انا اكيد الريت كام؟ الريت 4. هو بيقول لك ايتن، فانا مش هقول له نيجاتيف 4 بقى لان هو ايتن ديكريزد، فحتى بالعربي بيقول لك قلت بقى ب4، قلت ب4، مش هتقعدي تقولي لي قلت ب4 لان كده تعتبر نيجاتيف 4، هي قلت ب4 فهي 4 اتش او 4 تي وات ايفر كانت الايكويشن. نرجع بقى للي احنا بنقوله ان مثلا خليني اديكي مثلا مثال تاني، وانا هقول ان مثلا واحد، ودي برضو بتسمعوها كتير بتبقوا راكبين مع بابا وماما العربيه حضرتك، بيقول لك فول،
فهقول له فول انت عندك كام بقى؟ فول 50 لتر بنزين، هنمشي في الطريق. أكيد سمعتي بابا او ماما ان العربيه مثلا بتاكل بنزين، دي بتاكل قد ايه في الصفيحه؟ هي بتاكل مثلا 2 مثلا، خلينا عايزين نجيب حلو كده، 2 اوفر كيلو متر. والله دي الواحد بيقول كلام زي الفل. هنا بقى ايه؟ لتر اوف فيول. اجي هقول لك بقى ريت اوف تشينج لون، زي قايلين اي حاجه في النيميريتور التايتل بتاعت الايكويشن دي لتر بنزين، نيجاتيف دي ناقص، دي في النيميريتور 2 لتر بنزين كل 3 كيلو. ما هي دي كمان غلبانه، ما هي قاعده معانا يعني، ما يصحش نديها اي وضع. فهي كده نزل 2 يبقى ده الريت. فهو بيقول لك ايه مثلا؟ بيقول لك هاتي لي مثلا لو الفيول زادت increase باي 4 مثلا، فشوفي لي اللي تشينج في الكيلومترز او الديكريز كيلومترز او كده. بس انه قال لك الانكريس او الديكريز في الكيلومتر، تعرفي ان هو بيتكلم على دلتا اف هنا، وهنا دلتا كيلومتر. مين اللي كانت بتسالني دي؟ سلمى. هو الدلتا اف دي اللي هي اصلا في الايكويشن في الالجبرا، مش دي هي نفسها دلتا واي؟ صح يا توتي؟ فين سلمى؟ صح. طب وهنا دي مش هي في الالجبرا اللي المفروض انها تعادل دلتا اكس؟ صح. فانت لما تسلوك تقولي دلتا واي اوفر دلتا اكس اف دلتا كيلومتر. هو الراجل بيقول لك دلتا اف increased by 4، فهنقول 4. هو عايز بقى التغيير في الكي ام في الكيلومتر دي، فهقول له دلتا كيلومتر انا ما اعرف، لان ريت اوف تشينج نيجاتيف 2 اوفر 3. ولا تمام. اقولها تاني؟ لا فهمت. طبعا العكس، ممكن يروح جايب لك دي ويطلب منك دي as you like. المهم تفهموا هو عاوز، بيحور حوارات رهيبه. اي سؤال؟ ممكن اقعد في درس 3 سنين. المهم، حد عنده اي سؤال يا ولاد؟ في سنت انا جبتها ولا لا؟ بس خلاص، ما دي شبه اللي فاتت. طب بصي يا ولاد، في اخر حاجه بس انا عايزه اقولها بتاع ده. بيقول لك بقى، انت حضرتك رحتي دفعتي مثلا، جبتي شريحه الموبايل الخط بتاعك بس، فهيقول لك ان سيادتك هتدفعي مثلا 30 لاول 100 كلمه، بقى هتدفعي 5 جنيه لكل ما زاد عن ال 30. يعني الكلام هيكون مكتوب، الورد بروبلم هيكون مكتوب اللي انا بقوله ده، كل ما زاد عن ال 30 هتدفعي 5 جنيه عن ال 30. حضرتك هتعملي الايكويشن ازاي؟ هنا الاكس ماينس ال 30 ماينس ال 100 اهي، دي ال 30 الانيشال، ودي ال 5 ار، بس الريت مش من الاول. الريت كل ما زاد عن ال 100 اتكلمتي 150 تروحي حاطه 50 هنا 150 هنا، يبقى 5 في 50 على طول. حتى الجراف بتاعها كده، مثلا ادي 30 اهو، وهنا مثلا عند ال 100 مكالمه هنا هتبتدي بقى ايه؟ تك 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 تك. خلاص فهمنا؟ لان دي. طيب، عنده اي سؤال؟ اوبا السيستم. طب سريعا سريعا، سيستم اوف ايكويشن يعني انا كل لاين واحد على الجراف، انا بقى كمالة عكننه نحط لاينين في حاجه، اللاينين دول تتشقلب نفسك كده هتلاقي في كيسز ما لهمش رابع. يعني بقى عشان من الاول كده، اللي هو intersected line هيكون كده شكله كده،
خلينا نغير الالوان، احب الالوان قوي. كده كده intersected line، فالبوينت اوف انترسكشن دي هي دي السوليوشن. يعني intersected line اللي هي one solution، اللي هي action point اللي هي الاكس والواي، والاكس البوينت دي مشتركه بقى بين الاثنين common، بتعمل two equations دي true. يعني ايه بتعمل two equations؟ يعني لو عوضها في الايكويشن دي او دي هتخلي اليمين الناحيه اليمين قد الناحيه الشمال. طيب معناها ايه؟ طبعا كل لاين له ايه؟ اكس بي واي، بي 1 A1 A1 C بتاعت اللاين الاولاني، وادي اللاين الثاني A X بلس B2Y C2. هنشوف دلوقتي واحنا بنحل. فطبعا هنا بقى ايه؟ زي ما انتم شايفين كده different slope و different y intercept ومربع الثانيه خالص، فهيبقى A1 over A2 طبعا not equal B1 over 2 ولا equal، هنشوف في واحنا بنحل دلوقتي، ولا C1 over C2. مش حاجه قد بصي صنع الحديت حلتهم تصعب على الكيس. حاله اسم ده ليه one solution. خلاص تقريبا كده خلاص. نيجي بقى للحل الكيس الثانيه. الرحمن الرحيم. نقول هنا مثلا ايه؟ اه هيكونوا كده. غير اللون parallel. قايلين حالا ان البارالل لاين دول never intersect whatever happen. عمر اكتر اللاينين الوحيدين اللي مش هيتقطعوا في الحياه هم البارالل. طبعا parallel يبقى never intersect، يبقى no intersection point، يبقى no solution since ان السوليوشن هي الانترسكشن بوينت. no solution. ليه no solution؟ اول ما تسمع يقول لك السيستم ده parallel، يعني parallel. واحنا بنسجل او احنا ماشي. طيب ايه بقى الحل البارالل دي؟ برضو هقول A1X plus B1Y 1 A2X plus B2Y equal C2. since ان لسه قايلاه نيجاتيف A over B، يعني معناها يا ولاد الحته الناحيه الشمال دي، الحته دي المفروض انهم قد بعض، اسلوب واحد، ودول اللي مسؤولين عن الاسلوب نيجاتيف A over B. يعني نيجاتيف A over B هنا هو نيجاتيف A over B هنا. في قولا اخر ان A1 over A2 equal B1 over B2. طبعا not equal C1 over C2 لان C ده اللي مسؤول عن الواي انترسبت، وزي ما حضراتكم شايفين كده ان هو different واي انترسبت. حلو الكلام. اسمه ايه بقى؟ اسمه dependent. التو لاينز دول اسمهم dependent كمان، يعني على بعض. اخر طيب تأكدين ماشي. اخر حاجه بقى هنا اسمها ايه بقى؟ دي حاجه حرجه شويه يعني. خليني اقول انه كده كده تو لاينز على بعض اسمهم overlapping او coincide اهو على بعض. انا بس عايزه ابين لك ان هما اتنين على بعض اهو. مين يقول لي how many number of solution هنا؟ مين يقول لي؟ حد يرد عليا يا تبقى many ها؟ solutions infinitely many solutions يعني الله ما عدمك ابدا حبيبتي. فعلا ليه بقى؟ لان هما انترسكتد طول ما هما على بعض كده في ماني سوليوشنز، يعني كميه انترسكشن بوينتس رهيبه لا حصر لها. اسمه ايه بقى والنبي؟ دي اسمه كوين، واسمه كونسيستنت، واسمه اوفرلابنج، واسمه ديبندنت برضو،
وكونسيستنت وكوينسايد اوفر بقى ايه A1. على فكرة ده المفروض ان هو لما يكون في سيستم يكون اصلا ايدنتيكال، نسخة ما هو يعتبر خط واحد، فكل حاجة الستيب هو الست هي. فهو في الايكويشن المفروض ان هم يكونوا حاجة واحدة، C و A2x plus B2y equals C. طبعا A1 over A2 equal B1 over B2 equal C1 over C2. فهمنا يا ولاد خليني ال- شايفين مثلا. طب سهيلة بما انك انت يا حبيبتي اتكلمتي قولي لي كده هنا دي شايفه السيستم ايه؟ نو سوليوشن. No solution يعني A1 over A2 not equal بس B. السوليوشن بتاعهم الوضع بتاعهم على الجراف هيكونوا ايه؟ باراليل ولا اوفرلابنج ولا انترسكتيف؟ لا intersective صح؟ طب ايه هو السوليوشن؟ مش اللي هو الانترسكشن بوينت اه صح؟ لما انا مش انترسكشن صح بوينت يبقى هو وضعهم ايه؟ parallel. اه لما بقول لك مفيش انترسكشن بوينت اصلا يعني هو الحياه السؤال مش لما ممكن يقول no يبقى. solutions، لما هو في السؤال بيقول no solutions أنا مش بستخدم الرول واللي هو أحسبها على انا طول فاهمه، لا ولا انا هاجي لك دلوقتي في الرول، انا بس عايزاكي التركيز دي انهم باراليل صح؟ فاهمه؟ اه طب أيوة الباراليل فاهمة. دي ايه؟ الاسلوب ده هو الاسلوب ده، يعني ايه 1 over 2 equal 1 over B2 يعني ايه؟ اه قطع ما هاتي بينهم. ايوه بس اوفر نيجاتيف ام او 10. طبعا انا ماليش دعوه بالاكس، انا باخد كوفيشنت دي الايه يا ولاد، دي الايه 1 طبعا باخد 1 over 3 دي بالنيجاتيف كده over 5 over 6 ده. خدتي بالك؟ اه جوكر كان نعمل ايه؟ هقوم انط من الشباك؟ لا نحاول شويه قبل ما تنطي من الشباك. بص فراكشن ديفايد فراكشن، ناخد اللي اولا هو ده نيجاتيف وده بوزيتيف فالحصيله ناخد اللي فوق خالص ملتبلاي اللي تحت خالص 20 ونمشي باي باي. 5 times m نيجي بقى اللي بعدها هنا نيجاتيف نيجاتيف برضه اللي فوق خالص ملتبلاي اللي تحت خالص يعني 6 نمشي فاضل 3 15. الله دي بقى اعملي سمبليفاي بدل العكه دي على الفايف هتبقى نيجاتيف 4 اوفر ام ايكوال على ال 3 هتبقى نيجاتيف 5. طبعا النيجاتيف راحت مع النيجاتيف هتبقى 20 ديفايد 2 هتبقى 10 اهي. ايه في الكلام ده؟ اعيدها يا سوسو. لا لا خلاص اوكي فهمتها. ايه انتحرتي؟ أيوة خلاص. خلاص فهمتي حبيبتي؟ حد عنده اي سؤال؟ افرضي ان انا جي نفس الكلام ده قال لك مثلا ان هم انفينيت ميني سوليوشن وجاب لك هنا مثلا دي يعني بقت دي نيجاتيف اكس بلس 5 اوفر 6 ايكوال سي وقال لك عيشي بقى اعملي 2 اوفر 5 اوفر نيجاتيف 1 ايكوال 7 اوفر 3 عادي 7 اوفر لان ده ايكوال ده اوفر ده اوفر ده في الانفينيت سوليوشن لان هم ايدنتيكال ايكويشنز. الحته دي قوي لو عملتها B1 over B2 equal C2 برضه هتنفع صح؟ بس نيجاتيف 1 اوفر 3 اوفر 5 اوفر 6 ايكوال 7 اوفر سي. ممتاز. بص ميني سوليوشن دي فيري تقدري بقى اسرحي بقى ده مع ده وده مع ده كله شبه ما كلهم الاثنين كله قد بعض. اوكي. حد عنده اي سؤال؟ تمام.
بصوا يا ولاد، طبعا نيجي نحل السيستم. عندنا طريقتين في الحل. لو انت لسه يعني لو انت لسه مثلا، انا عايز اشوف بس في حاجه هنا. لا لسه. عندك طريقتين في الحل السيستم، زي مثلا حاول تشوف لكم السيستم كده هنا. يا اما لو انت لسه مش عارف تعمل سبستيتيوشن او اليمينيشن، جرب البوينتس اللي تحت بس. خد اسهل 2 و 3، جرب. خد واحده السهله وحط فيها مثلا الاكس ب 1 والزي والواي بزيرو، وشوف هيطلع الرايت هاند سايد قد الليفت هاند سايد ولا لا. لو انت يعني ايه لسه بتقول يا هادي في السيستم ضيق مش قادر، او عندك سبستيوشن مثلا تحاول توصل، يعني مثلا عندك 2x minus 4 minus 5y equal 15 و 4x plus y equal eliminate، وجات لك من calculated. انا عايزه same coefficient with different sign، فانا عايز دي 4x. لو انا هنا عندي نيجاتيف 4x عملت لهم اد ده راح مع ده هتبقى قوي، يبقى انا اعمل دي ايه باي نيجاتيف 2. فبص بعد ما اعمل لها باي نيجاتيف 2 كلها هتبقى نيجاتيف 4x 10y نيجاتيف 30. يا سلام، اعمل اد بقى ده راح مع ده، وهو ده الاليمينيشن يعني الريموف. انا كده طيب اكس في داهيه، فبقت 11 ايكوال نيجاتيف ف 21 اطلع الواو بيها الاثنين دول. ده لو جات لك منتل، او تشوف البوينت. لو جات لك بوينت تحاول تبلجن. لا افضل هذه، لا افضل، يعني انت ده داخل تتعلم مش داخل تحفظ. بس يعني ايه لو عايز ننقذ ما يمكن. في بقى زي دي لما بيطلب منك، اللي فات ده بيطلب منك السوليوشن، لكن هنا بيطلب منك الجبريك فيها اكس وواي. فموست اوف تايم 90% من الحالات حضرتك هتضطر يا تعمل ادنج تعمل سبتراكتنج حسب المعطيات اللي عندك. وخليك كده لماح. يعني ايه؟ يعني انا عايزه اوصل ل 22 اكس المالتي بتاعتها، فلو عملت اد هقول ايه؟ هتبقى 13 اكس ماينس، هشيل ال 8 من ال 15 ادي 5 5 و2 7 7 واي. هل اكس ماينس 7 واي ممكن اوصل بحال اي حل؟ يعني ال 13 اكس دي ممكن تبقى 22 اكس، ده غير انها بوزيتيف ودي نيجاتيف. مش لعبه دي، مش قوي، مش جايبه، مش هتفيدني بحاجه. خلاص بلاش اعمل ايه ان شاء الله. ما عندكم عملت نعمل 12 ماينس 12 اكس هتبقى 11 اكس، ونيجاتيف 15 نيجاتيف 8 تبقى 23 نيجاتيف 3. بص بقى حاولوا تربطوا دي بدي كده. ده انا لو ضربت دي في نيجاتيف 2 هوصل لدي، يبقى نيجاتيف 22 اكس بلس 4 6 وصلت شكرا. يبقى انا كان الحل ان ايه لما هعمل هنا 30 17 ماينس 12 يبقى 5، هضرب في نيجاتيف 2 هتبقى نيجاتيف 10 اهي الانسر. فاهم دي بكتير من ان نطلع الواي. وممكن حد عنده اي سؤال؟ انا مش بتضايق من على فكره، انا بتضايق من الصمت. انيكواليتي الانيكواليتي ده مثلا خلينا نشوف عشان مثلا دي عشان اكتب الايكويشن بتاعته هقول ايه؟ الواي انترسبت بزيرو، وده داش لاين، ف واي بس. اوكي. أم... هو هنا المفروض ان واي جريتر
ماشي، يبقى هو y greater than. وهو المفروض ان هو مشيد الابر بارت، فهو شيد ده greater than شيد الابر بارت، يبقى greater than بس. طيب وانا الاسلوب نيجاتيف اكس بلس الزيرو، يعني y greater than negative x. ليه greater than or equal؟ لانه shaded continuous line كان هيبقى greater than or equal. وبناء عليه خليني اكمل اقول لك بناء عليه ايه. اللاين الثاني ده عباره عن الواي انترسبت بنيجاتيف 3 واللي بوزيتيف، وهنا ما هنودي الناحيه دي نيجاتيف واي or equal negative x plus 3، يعني y minus 3، يبقى هو هنا هيشيل اللور بارت برضه. فهنيجي هتبقى x y greater than or equal يعني solid line greater than، يبقى هشيل الابر بارت. يبقى انا مين السوليوشن بتاع الانيكواليتي ده؟ الاريا اللي فيها الاثنين الازرق والاخضر دي السوليوشن. واكيد اي بوينت بتقع على السوليد لاين ده تعتبر من ضمن السوليوشن. يعني مثلا البوينت دي اللي هي 4 و1 تعتبر من السوليوشن. ليه يا ميس؟ عشان هي ده solid line، يعني اي بوينت عليه included السوليوشن. طب اجي ان بوينت زي دي مثلا نيجاتيف 1، لا مش من السوليوشن. ليه؟ لانه داشد لاين، اي بوينت عليه لا تتبع السوليوشن. وطبعا اي بوينت جوه هنا تعتبر من السوليوشن. فبيقول لك هنا represent what is the solution of the system represent in about. السوليوشن يعتبر فين؟ في كواد 2. خلاص استني بس ماشي. دي جريتر اهوت صح، عشان بس مبقاش فيه. اوكي ماشي. في حد عنده ممكن تقوليها اي تاني؟ روحي؟ ممكن تقوليها تاني؟ من الاول خالص. اه ما عنديش مشكله، ما فهمتي مشكله ايه اللي مش حاسة إني ما فاهماه؟ فهمتهاش يعني. طيب طب زي خليكي الطريقة بتاعت الخطوط. خليكي اولا هو بيقول فاحنا عايزين نعرف ده بتاع مين وده بتاع مين، فاحنا لازم نحطهم في فورم اوف سلوب انترسبت فورم. ماشي، فدي هتبقى ايه؟ نيجاتيف واي، هودي الاكس الناحيه الثانيه نيجاتيف اكس بلس 3. ايوه ولا انا عايزه بوزيتيف واي؟ هي لوجي لوجي. معاكي تمام معاكي. يبقى انا كده هعمل ايه؟ ملتبلاي نيجاتيف 1. اه الانيكواليتي دي هتودي وشها الناحيه الثانيه، ولا مش عارفه ليه؟ تمام. انت عارفه لا لما عارفة عشان تبقى احنا واحده غيرنا قاعده مع الإشارة. اولادها وجوزها، انت عارفه عشان لما احنا تبقى غيرنا واحده لما بالساين تبقى قاعده، فبنعكسها. ايوه، او لما مع اولادها وجوزها بتخش عليها حماتة تقوم هي لاويه التانيه كده. هي بقى النيجاتيف دي لما بتخش على الانيكواليتي تقوم قلبه وجوزها، فتروح كله ماشي بقى يبقى نيجاتيف. ما تنسيش بس النيجاتيف. ماشي. فبقى ايه ان شاء الله انا هروح زي يبقوا يسالوا عليا. يبقى الواي جريتر ذان اور ايكوال نيجاتيف الواي انترسبت يبقى ده. ليه ده؟ اولا الواي انترسبت نيجاتيف 3، ثانيا greater than or equal ده solid line. فبيقول لك ان كل الاريا اللي هي اكبر من انترسبت دي انت هتشيدها. كل ده يعتبر من السوليوشن. يعني ده يا لوجي كل ده الابر بارت مع نيجاتيف 3، الانترفال اللي اكبر من نيجاتيف 3. نحفظ بس تبقوا فاهمين ليه. نيجاتيف ما اللي هو اكبر من نيجاتيف 3 الحته دي، ولا لما يقول لك فهمت. greater than يبقى الابر بارت. بس ليه؟ لان بتقول لك كل الاريا اللي اكبر. ها واصله دي ولا لسه؟ فهمت. طب نيجي بقى عند التاني اللي هو ده y greater than negative x، يبقى واضح انها بلس 0. greater than بس يبقى داشد لاين. يبقى انا كايد كل ولا اللور، كل ما هو اكبر من الزيرو صح يبقى الابر، ولا اه انا غلطان؟ لا صح. اهو اهو
السوليوشن بتاع السيستم الاريا اللي بتشمل التو لاينز اللي انا رسمتهم، البني 1 2 ماشي ماشي، يعني ممكن يبقى 1 فيه، بس هو مش جايب لك هو الموست، فاحنا هنقول 2، بس طبعا في جزء منها في ال1 فعلا. اه خلاص. انا بقى بضيف القصيده بيت ان انت على السوليد لاين تعتبر من ضمن السوليوشن. البوينت دي يا سوجي وقال لك 4 و1 من السوليوشن، اه مع انها تقع بس كنت كونتينيوس لاين سوليد لاين، بوينت عليه تعتبر ايوه من السوليوشن. طب نيجاتيف تمام. 1 1 لا، ده على الداشد لاين، ده مش من السوليوشن، مش من السوليوشن ابدا. يعني فهمتي؟ السوليد لاين مش مع الداش السوليوشن لاين ملوش علاقة. لما يكون انيكواليتي يقول لك اكس جريد 3، ادي اللي 3 اه اهو، فيقول لك اوبن سيركل يبقى كل الاريا دي مم. اوبن سيركل، فمش انكلودد السوليوشن، مش معانا، لكن ما بعد ال 3 معايا. هي اوبن سيركل دي هي الداشد لاين على الجراف، والعكس صحيح، لما يكون عندي كلوزد يبقى اكس greater than or equal، يبقى ال 3 معانا تبعنا، اللي هي تعتبر السوليد لاين. يا توتي، تمام فهمت. يعني الاثنين دول زي بعض. حد عنده اي سؤال تاني؟ طيب نيجي بقى عند الانيكواليتي كده. تمام، طبعا يا جماعه ما تسمحوش بالمنظر ده at all، انا عايزاها in form of y greater or small b، فده تعدلوه، داخله عليها حماتها دي هتتقلب ويبقى ايه 0.5. تمام، تخلي بالك. تمام. اكسبوننت، الاكسبوننت انه مثلا باور ان، بلاش ايه، خلينا نقول مثلا x باور 3 في x باور 2، فعندي common base فهختار هعمل adding للباور. طب عندي x باور 3 over x باور 2 هقول division، وسيم base هعمل subtracting للباورز، 3 minus 1 ب 1. طب افرضي عندك x باور 2 over x باور 3، ما تقوليليش بقى الكبير اوفر الصغير، اللي فوق ماينس اللي تحت على طول، هتبقى 2 minus 3. بس ده كده يا ميس هيدينا نيجاتيف باور، عادي، ما النيجاتيف باور ده بيعمل حاجتين، النيجاتيف دي بتروح قلبه تخليه 1 over x all power 1. يعني سي مثلا انا عندي 2 3 all power negative 2، النيجاتيف هتقلب الفراكشن هتخليه 3 over 2، تسيب الاثنين بقى، شكرا باي باي كده، لك الدنيا وامشي انت معاهم بقى، عيشي حياتك، هتبقى 9 over 4. طيب افرض ان انا عندي x power all power 2، طب يا جماعه x power 3 اتكررت مرتين، طب ما الاكس اتكررت كام 6 مرات، تفضل. طيب طبعا مش محتاجين نقول ان ربيع البواب باور 0 ب 1. هنا بقى ربيع البواب فراكشن، اي حاجه باور 0 ب 1، مش في بقى وصل لدرجه جبت لك البواب حطيته هنا اهو باور 0 ب 1. نعمل ايه تاني؟ لا لا لا، ايوه سكوير روت اكس باور 1، عايز احول الراديكال ل لفراكشن لباور اكسبوننت، قول اكس اوفر ان باور ان اوفر اوت، يعني اكس ان اللي هي مين 1 او اوت اللي هي مين 2، بس كده. افرضي انت مثلا عندك كيوبيك سكوير، هقول اكس ان اوفر اوت اوفر 3. طب في حاجه تانية انا عايزه اقولها برضو مهمه قوي، عشان لو جت في المنتال سخافات المنتال، افرض ان حضرتك عندك كيوبيك روت هنا مثلا اكس باور 10 مثلا، واي باور 5 مثلا، عشان تعرف
الكلام هو من تحت. أسأل سؤال. اه انا حابب ايوه كده بره. solution هيبقى الليكويد بتاعها موجود ولا لأ؟ اه يا حبيبه قلبي، ده أنا انا عندي النت قناه، انت ما تعرفيش عندي ان انا عندي قناه. أصلا أنا معرفش، أصل النت عندي وحش أوي، الصوت بيقطع. حاسة إن لا لا نص لا الكلام مش السيشن هتبقى لاقطاه. موجوده، هتبقى موجوده. وبليز يا جماعه اللي عنده اي سؤال يبعت لي على البتاع ما يتكسفش. على الواتساب. اه طبعا، طيب يعني تمام، ابعتي هبعت لي عادي ما لحضرتك. تقلقيش لا تقلقي. انا عايزه كل حاجه راديكال ده باور 3 ليه عشان يطيروا. فهقول ايه؟ x 3 في x باور 3 في x باور 3 برضو في x باور 1. ليه يا ميس؟ عشان أنا اللي عندي كومن بيز بعمل باورز، فانت لو عملت اد لكل دول هتلاقيهم 10. طب انت ليه فصصتيها كده؟ عشان كل واحده من دول دي هتروح تطلع X، ودي هتروح مع دي وهتطلع لنا اكس تانية، ودي هتروح مع دي هتطلع لنا اكس تالتة، واللي هتنفع تطلع بقى تفضلي جوه حيوانه. وهنا هقسمها برضو هتبقى واي 3 في واي باور 2، لان قلت لهم يطلعوا باور 5 انا بس فصل. فدي هتطلع بره هنا فهتطلع واحده، ودي حيوانه هتفضل جوه مش هتطلعي، احبسها. تبقى اكس باور 3 في واي سكوير كيوبيك روت اكس واي سكوير. ايه رايك في الكلام ده؟ الكلام ده مهم. حد عنده اي سؤال؟ طيب. يا سلام يا سلام. اه مين يحل معايا؟ انا تعبت انا تعبت، لازم حد يتكلم معايا. وايه اللي هتجنن؟ مصطفى. يا مصطفى. مصطفى. يا ولاد هاكل منكم حته. طب قولي لي يا سلمى، قولي لي يا سلمى. سو نعم يلا يا يا مس. سلمى قولي يا روح قلبي وبعدك سهيل. نعمل ايه هنا يا وز؟ أم، دي ليها صرفه؟ دي ليها فيها مشكله دي؟ بصي يا لا. بصي، في الاكسبوننت يبقى انت مفيش قدامك تارجت، بس شقلبي وهات لنا كومن بيز. ما عنديش كومن بيز طول ما انا مش عارفه لا اعمل ادنج للباور ولا عارفه اي مقيد. اعمل كومن بيز وساعتها بقى الباور ايه؟ ادلعها بقى. فانا دلوقتي 3 باور اكس فهتطلع 3 باور اكس ما فيهاش اي مشكله. ينفع دي احولها لاكسبوننت يا سوسو؟ ان اوفر اوت. انت نايمه ولا ايه؟ نعم يا مس. ها ان اوفر او 1 اوفر ايه روحي؟ 1/4. طيب ال9 ممكن احولها 3 باور كام؟ 3. 3 يا باور راجل 2. لا ده انا انده ربيع البواب بجد بقى. 3 باور كام؟ 3 باور 2. ايوه كده، امال ايه 3 باور أو 3 27. 3 باور 2. ماشي. اصلا باور 2 اكس فدي كلها هتبقى باور 2 اكس. مش دي امانه ولا انا اسيبها ترمي في الشارع؟ فهتبقى صح ولا؟ فدول بقى اعمل فيهم ايه دول يا توتي؟ أعملهم تايمز. حبيبه قلبي ان شاء الله ما عدمك ابدا. هتبقى 4 اكس، هتبقى هنا 3 ايكوال 4 اكس. هنعمل ايه في دول؟ خطي منيل. نعمل ايه في دول؟ أعملهم تايمز، أعمل الباور بلس. حبيبتي هتبقى x بلس او 3 باور x بلس 4 4 equal 3 باور 4x. طالما البيز هو البيز يبقى الباور هو الباور. بلس 4 equal 4x. عايزه بقى تعملي شيفت سولف؟ ماشي. عايز تعمليها منتال انا I don't never mind. اودي ده الناحيه التانيه بالنيجاتيف هتبقى 3x equal 1 over بس ديفايد 3 اللي فوق اهي اوفر 1 هتبقى اللي فوق خالص ملتبلاي اللي تحت خالص تبقى 1 اوفر 12. مش اعيدها تاني. لما يكون عندكم اكس تقلبوا وطلعوا لي
كومن بيز. طول ما انا كومن بيز انا مش عارفه اتحرك. سهيله كله بالاس كده النهارده. توتو ايوه يا ميس. روح قلبي تعالي نعمل ايه هنا؟ برضو 9 السخافه دي. نعمل الناين ايه؟ دي هتبقى 3 باور 4 2. تاخد ادخل بقى ال 2 براكت دي بعد هتبقى كده. 4 4 2 بقى بسرعه يا سهيل. طيب ماشي، وبعد كده هتبقى 4x 2 equal ايوه 8. هتودي دي ناحيه تانية هتبقى ايكوال 10 بقى. x في الآخر هتبقى 5 over 2. حلو قوي سهيله. بصي يا حبيبتي 3 اوفر 2 and half تتحفظ. 3 شوكولاتات ونص. ما تستهيفوش الكلام ده عشان انتوا بتقفوا فيه في البيت بتختار. 3 شوكولاتات هقسمهم على 2 كل واحده تاخد 1.5. 5 اوفر 2 2.5. بصي ايدك كده 5 صوابع اهو قسمتها على 2. ما اعرفش بس اتصرفي. في ايه تاني عايزه افكركم حاضر. بيه؟ ال 2 باور 3 وال 27 3 باور 3 ونص. هنا بس الساين كنت بدل ما تقفلوا يبقى هنا 2.5. اوكي يا سلمى يا سهيلة. هو عايز 2x امر هو تخرج. ايوه امر وارد يا روح قلبي تلاقي الاتنين ونص هنا في خلقتك تقومي بيها. ابوس ايدك لان هو بعد كل الهليله دي ممكن تلاقيه بيقول لك اتغديتوا ايه النهارده. فبصي هو عايز فاتنين ونص في هو اتنين عايز يبقى 5 ماينس 5 بزيرو. هتطلع 0 في الآخر. بس نخلي بالنا هو عايز ايه لان كل هتيجي على بالك هتلاقيها حاططها لك في التشويسز. فبليز ما تتسرعيش. شكرين يا سوسو. وانت كويسه أوي يا سوسو. مره عبتيني ليه؟ لا أنا مشكلتي في اللي هي مسائل وورد بروبلم بس. يعني اللينير ده فادتك بحاجه؟ لا لا، فهمت اللينير. أنا طيب مثلا فهمه هقول من سنة. ايه روحي. أول مرة أفهمه، أنا الدرس ده ما كنت عليه خالص. ده انا من اللي هو امتع اللينير. الدروس الى قلبي. والكوادراتيك لو قدرتك الحصه الجايه ان شاء الله هشرحها لكم وورد بروبلم ده تحفه. طيب هنا برضو اختصارا انا مش فاكره دي 216 ممكن تجربوها على الكالكوليتر. كام ترجعي الباور؟ مش فاكره كانت 6 ولا باور 5 باين. وهنا 2 اكس فهتبقى 10 تقريبا 10 اكس يعني. مش صعب. طيب حد يا جماعه عنده سؤال في اللي احنا بنقوله ده؟ اوه الله انا بموت فات. ركزوا معايا كده. هي الساعه كام؟ الساعه 9. بقول لكم ايه تاخدوا بريك خمسايه كده لا عشرايه مني والنبي والنبي 10 دقايق دلوقتي. يعني 8 و9 و10 هنبدأ. خلاص اوعوا ما تجوش عشان بس نتكلم في الجراف وكده. يلا سلام. 10 دقايق بالظبط. طب الابسوليوشن دي كل فانكشن على فكره ليها حاجه اسمها البيرنت فانكشن بتاعتها. يعني ايه السمبلست فور؟ اول ما ربنا خلق الابسوليوت طبعا كلنا عارفين الابسوليوت سيمبل باي التو براكت دول العصايتين دول. فلو عندي مثلا نيجاتيف اكس الابسوليوت بتاعتها عباره عن اكس. لو باختصار يعني لو انت واخد عربيتك من ورا باباك ومامتك ومشيت بيها مثلا 10 كيلو انت مش هتبقى واخد بالك ان العداد زود 10 على الكيلومتراج. فلو هو كان اساسا 200 مثلا هيبقى 210. ولو انت ما بتعرفش تسوق والعربيه ما بتعرفش الدايركشنز واضطريت تمشي باكورد 10 كيلو فهي برضو هتروح تسجل 10. ليه؟ لان هو له دعوه بالفاليو مش بالفاليو مش بالدايركشن. لا بوزيتيف ولا نيجاتيف. تمام. فالنيجاتيف ابسوليوت مثلا نيجاتيف 5 هتبقى هي ادي ده باختصار معنى كلمه الابسوليوت. حتى
ف البيرنت فانكشن بتاعت الابسوليوت فاليو دي هقول لك كده الايكويشن هي f of x equal absolute x. هنا ايوه يا ميس مع حضرتك. انت عارفه يا هنا الابسوليوت ده يا حبيبي كان عارف حد قال لك الحكايه دي واتغدر بيه كان كده. لا ما حدش قال لي الصراحه. ربنا زي ما بقول لك كده كان ماشي في باله ماشي في حاله ولا على باله. وكان طبعا انت عارفه اللينير فانكشن ده كانت الايكويشن بتاعته f of x equal x عادي يعني والاسلوب والواي انترسبت بزيرو. فلما بقى ابسوليوت جه الابسوليوت قال لك ايه المنظر ده؟ انا ما عنديش بقول لك انا ما عنديش انا حاجه ايه الجزء اللي في النيجاتيف بارت بتاع الواي اكس. لا شيل لي ده انا الابسوليوت مش بتاع النيجاتيف خالص. فهو اللينير قال طب يعني نعمل ايه يعني نرمي لحمنا في الزباله يعني نعمل ايه؟ قال له حضرتك تصرف اعمل له ريفلكت على الاكس اكسس. فبدل ما هو كده راح اعمل له ريفليكشن على الاكس اكسس كده طلعه فوق فبقى كله وعند البوزيتيف بارت بتاع الاكس اكسس ولغى الحته دي. بس من ساعتها بقى هو بالمنظر ده يا حبيبي في شيب الفيرتكس بتاعته 0 0 وادي الايكويشن بتاعته parent function. جه بقى واحد تاني قال لك طب بقول لك ايه طب انت هتفضل كده الفيرتكس بتاعتك 0 0 لا انا ممكن نحركك على الجراف على فكره ممكن نخليك كده او داونورد كده الفيرتكس بتاعتك ممكن تبقى اتش وكي على فكره عادي. طب يبقى انا كده هعمل لك ايكويشن اسمها فيرتكس 4 او ترانسفورميشن ايكويشن بتاعت الفانكشن بتاعت الابسوليوت فاليو دي. فطبعا اللي هكتبه ده يعني الترانسفورميشن بتطبق على كل الفانكشن. انا في الاخر خالص يوم الخطاب هعمل لكم تجميع على الفانكشنز كلها بتاعت الاي اس تي ترانسفورميشن بتاعتها عشان التتنيحه اللي بتتنحوها قدام الجراف. فقال لك ايه بما انك اتش فانا هقول الاكس ماينس الاتش بلس الكي. يعني يا هنا لو انا عندي نيجاتيف الفيرتكس دي مثلا نيجاتيف 3 ونيجاتيف 2 ممكن تحطيها لي في الايكويشن هنا يا توسي هتبقى ايه؟ عادي احطه. قولي. يعني هحط هنشيل اتش وحط نعم. هشيل اتش واحط بدلها مين؟ 3 نيجاتيف 3 والكي احط مكانها النيجاتيف 2. ثانيه واحده هحط هنا نيجاتيف 3 واوريدي اصلا في نيجاتيف فبقى نيجاتيف يا بقت ايه؟ بوزيتيف بوزيتيف. واحط هنا نيجاتيف 2. الكي ده باشا ده ملوش دعوه ما بيتاثرش باي حاجه. لكن يعني دايما تمام. الاتش دايما باخدها باوبوزيت ساين ودايما الاتش عشان نميزها اللي هي حركه الجراف على الاكس هوريزونتالي حركتها على الاكس اكسس بتكون مسحوله مع الاتش في حواراتها. يعني مثلا اكس سكوير هتلاقيها اكس ماينس اتش سكوير اكس باور 3 هتلاقيها اكس ماينس باور 3 اوفر اكس هتلاقيها 1 اوفر اكس ماينس اتش. طب افرض ان سكوير روت اكس هتلاقيها سكوير روت اكس اتش. بصي مسحوله مع الاكس ازاي والكي لوحده بره باشا برضه. اه فدايما الاتش هي اللي جوه مع تمام. بصي يا سلمى هنخلص يا حبيبه قلبي والله انا مش حاطه شويه كده عشان بس اعرف اخد لكم اكبر قدر ممكن يعني. اللي يتعب يا جماعه ممكن يسيب السيشن ويسمعها ريكورد بس اتمنى تفضلوا قاعدين يعني. ادي ترانسفورميشن ادي شكلها على الجراف وعلى في الماث يعني في اللي هو على الجراف جرافيكال يعني. طيب نشوف بقى الجبريك اللي هنعمل ايه. نيجي ناخد بس من هنا كده. بصي بقى دلوقتي الابسوليوت دي ايكوال فال5 هتقول ايه لل2 اكس ماينس 4 الابسوليوت هتقولها شيلي دي فهتقولها العصايتين دول في مقابل ان حضرتك هتبقي بلس اور ماينس 5. فدي كده مره مع 2 اكس ماينس 4 ايكوال 5 وهنا 2 اكس ماينس 4 تجيبي الاكس وتجيبي مره هنا. ادي الابسوليوت ايكويشن
حلو الكلام. طب نيجي هنا مثلا، دي راديكال، خلينا بقى يعني كمان شويه. انا مثلا عايزه اجيب لا، ده كده الابسوليوت ايكويشن. طب افرضي مثلا x 2x minus greater than absolute 2x minus 4 greater than مثلا 5. او خلينا ناخد حاجه ابسط شويه، ممكن نقول x minus 4 absolute x 2 greater than 5. وفي حاجه تانية لما نقول absolute x minus 2 smaller than 5. احفظوا بقى greater than smaller than and يعني ايه or greater or يعني x minus 2 greater than 5 مرة or x minus 2 smaller than negative 5 مرة. يعني هاخدها زي ما هي كده مرة ثانية، هعكس ساين فهقول x هتبقى 7 x smaller than دي هتروح الناحيتين هتبقى نيجاتيف 3. ليه بنقول اور؟ بصي بكده هنا نيجاتيف 3 وهنا 7 x greater يعني كده كل ما هو اكبر من ال7. طب واكس smaller than negative 3 يبقى كده، يبقى they don't have common solution area. يعني اهو اور اهو، يا اما ما من ال7 يا اما ما هو اصغر من ال3، عشان كده بنقول اور. طب امال الان smaller than ان، احفظوا جو دي لا تتحل x minus 2 smaller than negative 5 الناحية التانية في جملة واحدة، sentence واحدة، واللي اودي 2 الناحية دي فهتبقى x smaller than 7 greater than negative 6. هتيجي بقى على النمبر لاين negative 7 x اصغر من ال7 والاكس greater than negative 3 اهو. بصوا بقى عندهم common ازاي، common كل النمبرز اللي between الاريا دي تعتبر من السوليوشن. عندك greater than بس يبقى negative 2 ونيجاتيف 1 و0 و1 و2 و3 لغايه 6. قال لك smaller than or equal يبقى النيجاتيف 3 وال7 معانا. فهمنا الحته؟ افرض جه قال لك مثلا عوض لي مثلا what is the greatest value of 2x minus 1. طبعا greatest value يبقى تشوف ايه greatest value ممكنه هنا 7 تاخدها، مش included يبقى انت اكبر قيمه تقدر تاخدها هنا ان الاكس equal 6 تعوض بيها هنا. لك least value of دي يبقى تاخد اصغر قيمه ممكنه هنا وتعوض بيها هنا. الحته دي يا جماعه ضروري جدا جدا، equation و absolute inequality greater than or go. طيب وهنا مثلا اسم سؤال. قول يا روحي. هو أنا كنت بحل وجالي سؤال يعني كان x و y الاتنين. طب ما هو على حسب بقى هو طالب منك ايه. شفت السؤال ده بس مش فاكره كان في حاجه تخص الاكس والواي يعني. تقريبا اكيد. فانت السؤال لو وقع بايدك تاني ابعتيهولي، بس انا فاكراه انك اكس وواي مع بعض كان عايز منك الجبريك اكسبريشن فيها هو اكس وواي معايا برضه. ممكن ابقى طب ابعته ابعت. لحضرتك على يا ريت الواتس. يا ريت يا ريت يا ريت. خلاص بس خلاص يا جماعه فهمتوا قلتي وكده. حد عنده اي سؤال في الحته دي؟ عرفتوا الاور والان وليه اور وليه ان؟ طيب انا في انا بفتكر حاجه impossible. لما يكون عندك مستحيل تطلع بالنيجاتيف دي undefined، لما يكون عندي absolute مستحيل يطلع undefined، ولما يكون عندي سكوير روت مستحيل تطلع بره بالنيجاتيف undefined. ده بتتكرر كتير قوي. السكوير والابسوليوت والسكوير روت مستحيل تطلع النتيجه لما يكون لهم isolation. يعني مثلا زي اللي فاتت دي ما بصوا الثلاثه زي بعض. دي مثلا
ايه ما تقوليش لا ده انفينيت، ده undefined، حضرتك ما عملتلوش ايزوليتنج. ف 2x بلس 1 اودي الاكس الناحيه الثانيه، فهتبقى x ماينس 1 كده. الفاليو دي ممكن تطلع بوزيتيف، فالدنيا شغاله. امال هي مش زيرو يعني، مش نيجاتيف، امال هي المفروض الاماونت دي تكون greater than or equal 0. يعني الاكس هتكون greater than، حضرتك تختار من هنا ما هو greater than or equal 1، وبناء عليه دي مش معايا عندك ال1 وال4 تجرب وتشوف مين اللي هتطلع فيهم مظبوطه. وسامتايمز الطريقه دي سواء في اليوت او في السكوير روت او في السكوير بتجيبها لك من اول مره، يعني اتليست بتحذف اجابتين. مين ما فهمش اللي انا عملته ده؟ معقوله ما عندكمش اسئله؟ طيب كومبوزيت فانكشن والانفرس. كومبوزيت فانكشن انا هنحل دي الاول. امشي، بصوا يا جماعه، ساعات تتجاب كده وساعات تتجاب كده، اوبن سيركل كده صغنونه، نيجاتيف 1. امشي من يمين بالشمال، نيجاتيف 1 هعوض بيها في الجي، واللي هيطلع اعوض بيه في الاف. نفس الحوار كده، نيجاتيف 1 احطه في الجي، واللي هيطلع احطه في الاف. يلا نيجاتيف 1 في الجي هتبقى نيجاتيف 3، نيجاتيف ابوس ايدي، انا نيجاتيف دي بقى نيجاتيف 3 بلس 1 يعني نيجاتيف 2، اروح واخده بقى النيجاتيف 2، ما دي بقى ايكوال نيجاتيف 2. النيجاتيف دي اعوض بيها في الجي. عارف ازاي نستعمل الكالكوليتر؟ لوجي يا لوجي، جت ولا طارت؟ مريم عارفه، لا مريم عارفه. جانا، نمتوا يا عيال؟ جانا، طب ها جانا، توتي معايا؟ يا رب ترد. طب هنا، يا هنا، مش هقعد اتكلم، مش هقعد اعمل. نسمع سهيلة، حضرتك اهو مع حضرتك. بصي حبيبه قلبي، انت عارفه ازاي نعوض ازاي عارفه ازاي نعوض بالكالكوليتر هنا؟ ثانية واحدة بصي، فين؟ يعني مثلا انا اهو، انا عايزه احط، مش دي طلعت نيجاتيف 2، عايزه احطها هنا في الايكويشن. اعمل مود 5 3 ولا اعمل ايه؟ لا، حضرتك هتكتبي هي جدا اكس سكويرد، اكتب والنبي يا بيه، ماينس 5 الفا تمام. ماينس 6. وبعد كده اعمل ايه عارفه؟ ثانية واحدة عشان بس لازم يكون معايا كالكليتر. طب اعمل انت، الايكوال يعني عشان اعمل ايه؟ لا انا عايزه اعوض، عايزه بلجن الاكس بنيجاتيف 2. انا هقول له زي ما انا بقول لك كده، هقول لك هاخد عوض كلك احسبي، فهقول له كلك. فطبيعي انت هتقولي لي يا ميس احسب الاكس بكام؟ انت لسه قايله الكلام ده، فقلت لك امم الاكس ما تبصيش بقى هنا، ما تبصيش على ال1 دي. هقول لك امم الاكس بنيجاتيف، هو هيقول لك الاكس ايه كويس، هقول له نيجاتيف 2، وبعدين هقول له ايكوال، هو هيعوض ويشيل الاكس، يحط بدلها نيجاتيف 2 ويديك الانسر ايه تاني. خدتي لا بالك ولا تاني لسه؟ معلش. اقولها تاني. انا دلوقتي عايزه ابلجن الاكس بنيجاتيف اه 2. اه حلو، فانا هروح كاتبه له الايكويشن عادي جدا اهو، كتبتها له، وهقول له كالك احسب. هيرد عليا يقول لي كالك اكس بكام يعني، ما ده نيجاتيف 2. السؤال. هقول له ما تبصيش بقى ما تبصيش على حاجه، تعودوا ما تبصوش غير لما تخلصوا الاوبريشن بتاعتكم تمام عشان ما تلخبطيش. هقول تمام. له نيجاتيف 2 اهي، كتبها فوق، واقول له ايكوال بقى، اللي عندك دم اهي، قال لي بايه؟ 8 تمام. خلاص. فهمت ادي تمام. كل ما في الموضوع. لو عندك على فكره، اولا الامريكان مش شرط خالص انك تستعملي ستيبس في الكلب، لان هو امم اولا مش مدي وقت لكده، ثانيا ولا حد هيحس بيكي، يعني محدش يقول هي ده سهيله جدعه والله خالص، هو اللي يهمه الفاينل انسر. فما تعمليش مجهود، لا حد هيشكرك عليه ولا حد هيحس بيه، امم هو الراجل نفخ بما ينبغي في النو كالك سكشن، وعرف كده اذا كنت بتعرفي تشتغلي منتل ولا لا، وخلاص. امم تروحي
الكالك بقى تمسكيه كده اهوت. في الحاله دي بيبقى اغلى حاجه عندك في الدنيا. تمام. انتوا فعلا. يلا خلاص الكومبوزيت فانكشن او كده. اما بنيجي بالنسبه للانفرس، الانفرس من اسمها واي باكس. يعني اعمل ايه؟ شيلي الاكس، الواي حطي اكس، وهنا 2 واي ماينس 1 اوفر واي. بعد كده هعمل ايه؟ هعمل ايزوليتنج للواي، خلي الواي لوحدها. صرفي بقى. انا طبعا هنا عندي فراكشن فهعمل كروس مالتيبليكيشن فتبقى واي 2 واي ماينس 1. خليكي بقى ناصحه وحطي الوايات كلها في نفس السايد. هتبقى اكس واي ماينس 2 واي ايكوال نيجاتيف 1. انت ليه يا ميس عملتي كده؟ عارفه انت لما بحط الدبان كله في حته واحده كده اهوت عشان اروح رشاه مره واحده، انا حطيت الوايات كلها في حته واحده عشان اخد منها كومن فاكتور. تبقى اكس ماينس 2 ايكوال نيجاتيف 1. كده انا اقدر اعمل ايزوليتنج للواي بمنتهى البساطه. تك تك. فبقت نيجاتيف 1 اوفر اكس بلس. لغايه هنا مفهوم؟ طيب هدور بقى على نيجاتيف 1. ركزوا بقى الله يخليكم في الموضوع ده. انا عايزه 1 فوق بالنيجاتيف، لما تكون الاكس تحت هنا بالبوزيتيف وال2 بالنيجاتيف. انا عايزه المنظر ده بالظبط، مش هنفاصل. فانا نيجاتيف 1، ال1 بالبوزيتيف، الاكس بالبوزيتيف لا، يبقى دي مش معايا. طيب طب انا الباقي هنا، طب ما نشوف هنا دي نيجاتيف 1، الاكس بالبوزيتيف طب النيجاتيف لا، يبقى دي كمان مش معانا. ايه ده يا ميس غير 1 1 وانت بتقولي نيجاتيف 1؟ خلاص يبقى امر وارد ان هو غير ساين اللي فوق واللي تحت. 1 اوفر 2 ماينس اكس، طالما غير فوق لازم يغير تحت. دوري لي بقى على المنظر ده اهو. خلاص نركز قوي قوي في ممكن تحلل كويس بس الحته دي توقف. حد واقف في الكلام ده؟ طبعا يا جماعه هو في تريكس كتيره وحاجات كتيره يصعب، فهنا انا بحاول على قد ما. السؤال ده طبعا يعني ايه؟ بيقول لك ايه؟ جي اف اوف اكس ودي اكس. يا ترى انا لما جي اكس اما اعوض في اف اوف اكس اللي انا ما اعرفهاش هيديني المنظر ده. انهي واحده من دول؟ بلجني، مفيش قدامنا غير كده. ابتدي بقى بالحاجات البسيطه وبعد كده بالكعابير. يعني مثلا نبدا باكس دي اكس سكوير، هشيل كل اكس سكوير واحط فتبقى اكس باور 4. هل ادتني؟ وهنا اشيل الاكس واحط بدلها اكس سكوير، هل ادتني المنظر ده؟ لا. يبقى اشوف ال 2 اكس كده، هشيل كل اكس واحط 2 اكس فتبقى 2 في 2 اكس اول سكوير 2 اكس. هتبقى 2 في 4 اكس سكوير بلس 2 اكس، هتبقى 8 اكس سكوير بلس 2 اكس اهي. يبقى دي معايا. خلاص. حد عنده اي مشاكل في دي بقى؟ حاجه هنا مثلا ايه؟ f of x minus 1 equal تك 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 x plus 3. تعملي ايه؟ old وده اللي نيو. انا عايزه اخلي الاولد ده الجديد. يبقى انا عايزه اخلي الاولد ده زي النيو. هعمل بلس 4، يبقى ساعتها هعوض باكس بلس 4. استني كده انا عايزه بس اجيبها حاجه، او ممكن تكون هنا مثلا 3 تقريبا، ممكن تبقى 3، ممكن هتبقى سوري فهعوض باكس ايكوال 4. يبقى الاولد ده عايزه اخليه لي يبقى زي، فهتبقى الاكس بكام؟ اودي النيجاتيف 1 الناحيه الثانيه فبقت 4، بقت اكس ايكوال 4 واعوض بالاكس ايكوال 4 عشان ايه؟ اجيب ميس الانبوت الجديده دي. هو ده بالظبط بيقول لي مثلا يديني اف مثلا 3 وعايز اف نيجاتيف 3 مثلا، لان بيبقى في مسائل كده. ما هي يعني بيبقى عندك الاولد ان اهو كده بيديكي زي دي كده بس.
حاجه جديده يعني. فانت القديم حاولي توصليه بالجديد، تشوفي عمل ايه، زود 1 ماينس 1. فاهمه قصدي؟ انا يعني اوكي. حاول اجيب لك واحده، بس انا كتب جنبي، بس انا عشان اعرف اطلع دلوقتي بيفكريني. انا هتبقى أطلع لك واحدة واحدة. كمان. ايه يا حبيبتي؟ آه... اكس. مم. لا مش عارفه اجيب لك واحده دلوقتي يا مريم، يا سهيله، بس هتقع في ايدي، هحاول اجيبها لكم المره الجايه. طيب، خليني طيب، الكومباوند انترست، بس عايزه اراجع الكومباوند انترست دي يا جماعه. يا اما هو بيعترف ان الكومباوند انترست، يا اما هو بيبقى population، سواء تكاثر عدد السكان، تكاثر نحل، تكاثر حيوانات، خلايا، خلاص، اللي هي الانقسامات الكتير قوي دي، او فوائد البنوك. خلاص، كل دي بنستعمل فيها الكومباوند. فهنقول انه انا عايزه بس اقول انه هنا مثلا ايه الانيشال، يعني انت المبلغ اللي حطيتيه في البنك 10000 جنيه، اهو ده الانيش. قال لك انا عندي فايده 15%، ماشي، هتبقى 1 بلس، يبقى 1.15، هتكمن المشكله. سيمي انيوال يعني مرتين، تو تايمز، ساعتها هقول ايه؟ هقول مرتين في السنه، يبقى 2 تي، على اساس ان دي كام سنه. هل طبيعي ان انا لما اقول لك عندي مثلا هديكي 15%، هديكي نص السنه واديكي اخر السنه، هل طبيعي ان انا اديكي هنا 15 وهنا 15؟ اكيد لا. هديكي هنا 7.5% وهنا 7.5%. يبقى انا عملت هنا ديفايد كام؟ لحظه واحده بقى عشان هنا كده. تمام. ليه؟ لان انا اديتك مرتين في، طب افرض ان انا قلت لك لا ده مره كل سنتين 2 years، لا، يبقى 1.15 في تي اوفر 2، يبقى مره كل سنتين اوفر 10 في السبع، يبقى 2 تي. خلاص، اكتر يبقى مره. الكومباوند انترست يعني مثلا بصوا دي، the number of had access the interest of 3.2 million grows at of 15 grows يعني positive 18 each year. Each expression best describe the number of people y in million having access internet after 17، يعني x year after x year يبقى 4x. يبقى الانسر اهو. هنا بيقول لك 120 people village in March which the following could solve to find when the population 1500 assume no death occur, the number of people doubled. ده الريت. يبقى هنا اللي جوه هنا الريت اهو، every 3 months، كل 3 شهور مره، كل 3 شهور. يبقى ايه؟ وهنا بيقول لك اعتبر ان الام ريبريزنت، يعني ما فيش يير في الام دي مكان اليير، يبقى اوفر ام على طول، يبقى مره كل 3 شهور زيها عامله كل 3 سنين. if there were 120 people in village March. خلاص، يبقى لك ان مارش، يبقى دي 120، يبقى دي الانيشال، يبقى انا هنا اهي ما بين دي وما بين دي، وهو ريتش بيصل يعني بعد الايكوال 1500، يبقى هنا يقول لك مره 3 مانث، يبقى اوفر ام، يبقى الانسر ايه؟ الريت اهو، وده الايكوال. حد عنده سؤال يا ولاد؟ في اي حد عنده اي استفسار عن اي حاجه؟
طيب نيجي هنا ايه والرينج. عايزة لها قاعدة. طيب خلينا المرة الجاية نحاول نخلص الدومين والرينج والكوادراتيك على قد ما نقدر، ونشوف لنا درسين كمان، ويبقى كده لمينا على قد ما نقدر يعني اهم دروس، عشان انتوا شكلكم خلاص فيصتوا مني. حد يا جماعة عنده اي سؤال في اللي احنا اتكلمنا فيه ده؟ معلش يا مس، انا عندي سؤال بس بره اللي اتكلمنا فيه. قول يا قلبي، طبعا اتفضل. في لما بنيجي نعمل يعني تو brackets، امتى بيبقى مرة نيجاتيف، يعني مرة بلس وماينس، وامتى ماينس وماينس، امتى بلس وبلس؟ طيب خليني افترض لك كده اكس سكوير ماينس، بص هنا بلس مثلا، مثلا هنقول 8 2. بصي مثلا، فانت هنا اول حاجه هتعملي تو براكت منتال، مثلا هتفكيها منتال. طالما هنا بلس تكتبي ايه؟ تكتبي sum، وهنا برودكت. هنا sum، قصدي سوري، هنا sum وهنا برودكت، وتجيبي كل البيرز اللي في التايم تيبل يديكي 8، يعني 8 في 1 و2 في 4. في حاجه تانية ممكن تديكي 8؟ تشوفي بقى مين الصم بتاعهم، خليجي، مين الصم بتاعهم يا لولو؟ يكس. هل 1 و8 ولا 2 و4؟ اكيد 2 و4. ها، بس 2 و4. انا هنا طالما عندي دي بوزيتيف هكتب sum وبرودكت، وهعرف ان انا عندي 2 براكت with same sign، يعني زي بعض بالظبط الساين مع. طب ايه سيم ساين؟ الاثنين بوزيتيف ولا الاثنين نيجاتيف؟ اقول لك ارجعي للساين الاولاني، هتبقى 2. وصلتك دي؟ يعني افرضي انت عندك اكس 6 اكس بلس 8، هنا بالبوزيتيف دي هعرف ساين. ايه هي الساين؟ الاثنين بوزيتيف ولا الاثنين نيجاتيف؟ اقول لك ارجعي للاولانيه وانت تعرفي. لقيتها بوزيتيف يبقى دي بوزيتيف ودي بوزيتيف. وصلتك الحته دي؟ بس فاهمه ولا مش فاهمه؟ اه تمام فهمت. احط هنا 2 واحط هنا 4. طالما هنا صم. طب ان انت عندك كده اكس سكوير ماينس مثلا، مش هحاول اجيب لك مثلا ايه ده إيه، 6 6 8 و و و و و يبقى هنا 3 مثلا. اوكي 3 اكس ماينس. بصي بقى، طالما عندي ديفرنس، تاني حاجه ابتدي بيها، تاني واحده دي لقيتها نيجاتيف، فهقول ديفرنس وبرودكت. برودكت هنا بوزيتيف احط هنا sum، ولما تكون هنا نيجاتيف احط ديفرنس. لغايه هنا يا جانا تمام؟ اقول ايه؟ مين اللي يديني في التايم تيبل 18؟ في 18 في 1 و3 3 باي 6 و2 في 9. مين بقى اللي الديفرنس بينهم يديني 3 يا جانا؟ انهي بير؟ 3 و 6. برافو عليك. اولا هلاقي ايه هنا نيجاتيف، يبقى معناها انا عندي 2 براكت with different sign، واحد نيجاتيف واحد بوزيتيف. طالما هنا نيجاتيف عكس البوزيتيف، البوزيتيف اتنين شبه بعض، نفس الاشاره او نفس الساين، لكن نيجاتيف ديفرنت ساين. فانا خلاص انت استقريتي على البير ده 3 في 6. مين الكبير؟ ال6 صح؟ اه ال6 هتجري تاخد النيجاتيف دي وتنزل بيها كبيره. يا حبيبي بدل ما الشارع هو المتاح، يلا هنعمل ايه؟ وخلاص. اعيدها لك تاني. لا تمام، شكرا يا مسألة. عارفه حبيبه قلبي. حد عايز عنده؟ طيب حضروا لي معلش يا اسئلتكم. ميس، ممكن طيب عشان انا بتلخبط في الساين، ان انا اعمل مثلا ادنج اللي اللي هو عامة في الاشارات بتلخبطني.
يعني انت في الموضوع ده ولا عايزه حاجه تانية بتقولي؟ مش فاهمكي قوي. لا لا لا، في الموضوع ده. اه تاني اعيدها لك تاني. لا بصي لا، انت عندك اول حاجه لما اللي هو مثلا اجي مثلا نيجاتيف 3 بلس مثلا 2، انا بتلخبط في الاشارات. اوكي. بصي على النمبر لاين، خليني على النمبر لاين، سيبك من اللي بيقعدوا يحفظوا. نيجاتيف 3 مثلا نقول بلس 5 صح؟ اه ينفع مثلا؟ طيب انت هنا عندك الزيرو. اول حاجه انت واقفه فين يا سهيله؟ عند نيجاتيف 3. النيجاتيف والبوزيتيف دي مجرد دايركشن، هنا البوزيتيف دايركشن وهنا النيجاتيف دايركشن. واقفه اهو يا سهيله، وادي اهو شعرك اهو، قمرايه عند النيجاتيف 3. انت هتروحي ناحيه كده البوزيتيف ولا ماشيه كده؟ هتروحي ناحيه بوزيتيف اهي، يبقى هتمشي الناحيه دي. كام خطوه تنطي؟ كام نطه؟ 5. بس 1 2 3. بقيتي عند الزيرو 1 2 كمان، فبقيتي عند كام؟ 2. بس. خلاص تعالي اوكي. نعكس تعالي نعكسها. لو انت عندك مثلا نيجاتيف 5 بلس 3 اهو، انا هقف اهو، انا غاده اهو، همشي ناحيه البوزيتيف امشي، يعني امشي كده ناحيه اليمين، همشي 3 خطوات 2 3، هلاقي نفسي عند نيجاتيف مين؟ 2. نيجاتيف. انا عايزاكي بقى تدربي طيب نفسك على والماينس؟ النمبر لاين ده. مثلا عايزه نيجاتيف 2، اه نيجاتيف 2 يبقى انا كده مشيت يا سهيله. ادي الزيرو، نيجاتيف 2، مشيت ناحيه النيجاتيف برضو نفس الدايركشن صح؟ اه اوكي تمام. فبقيت عند النيجاتيف كام؟ نيجاتيف 5. بدليل ان بلس 2 بلس 3 برضو مشيت عند البوز. ادي اهو انا عند عند ال 2 اهي، بوزيتيف 2، همشي نفس عشان ده هو البوزيتيف 3 برضو، بقيت عند الفايف. طيب اوكي تمام. عشان كده انا بقول لك نفس الساين this sign، لانه سوري خليني اكملك معلش. دي نيجاتيف 2 بلس عندك ايه ده؟ انا بمشي ناحيه النيجاتيف، بمشي ناحيه كده اهو، امشي ناحيه النيجاتيف. او انا عند النيجاتيف خطوتين هنا، وبعدين اروح ماشيه ناحيه البوزيتيف كده، فانا بضطر اعمل سبتراكشن، بضطر اه امشي خلاص. 7 خطوات، يعني 1 2 3 4 5 6 7. عدي بقى، نيجاتيف 1 0 1 2 3 4 5. دربي نفسك عليها يا سهيله على نمبر لاين، ارسمي نمبر لاين اه لا لا ودربي خلاص نفسك عليها فهمتها. كتير. طب خلاص اوكي. احسن من نقعد نحفظك. ها مين عنده اسئله تاني؟ تمام اكيد. لو افتكرت انا لو افتكرت اللي مش في الجروب بتاعي يبعت لي يا جماعه، نمرتي هي، ادخله الجروب. تاني كلكم موجودين، اللي مش في الجروب. حبيبه قلبي، رب اللهم امين، انا واياكم يا رب. اللي مش في اللي يفتكر حاجه يبعت لي. ها طيب ماشي. يلا باي يا روحي، اوعي. باي. باي.